وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا جمعنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول بالله التوفيق مواصلة لمحاولة شرح أحاديث كتاب رياض الصالحين لسيد الإمام النووي رحمه الله، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفخر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعني زراعة وطاب وتحصد شنو هي المدة ما نجحتش يعني بالحق، لأن الدنيا هذه في عمر الكون وفي زمان الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. خلاص. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ديما نقفون احنا ما نكملوش الآية. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار هنا الفلاح مش الكفار، أي نعم الكافر هنا هو الفلاح. سمي الفلاح كافرا لأنه يكفر التراب، أي يكفر الحبة تحت التراب أن يخبيه. وسمي الكافر كافرا، الكافر بربه لأنه يغطي الحقيقة، هيك عليه يسمى كافر. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عن اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحديث 58 بعد 400 عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمير الأمة. سيدنا عمر بن الخطاب مرة هو قاعد مع الصحابة قال لهم كل واحد يتمنى هالبيت هذه باش يعبيها. كل واحد ايش قال؟ واحد نعبيها بالذهب، لكن نعبيها بالفضة، لكن نعبيها بكذا. قال: وددت لو أني أملأ هذا البيت برجال مثل أبي عبيدة. نعم. بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى البحرين يأتي
الناس إلى الإسلام، فإن قبلوا أصبحوا مسلمون لهم ما للمسلمين أو عليهم ما على المسلمين. إن أبوا الإسلام ضربت عليهم الجزية. الجزية هي ضريبة يأخذها الحاكم المسلم مقابل دفاعه عن أولئك الناس. فإن أبوا الإسلام والجزية حاربهم. ما لا بعث من شيخ من عدم الجزية. فقدم بمال من البحرين، جاب برشا فلوس، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له ومشي، يعني يعطينا فلوس. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأمنوا ما يسروا، لو نعطيكم مش تعبوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، مانيش أخاف عليكم من الفقر أنا، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. راهو الغنى هما الاثنين، الفقر المدقع والغنى المبطل هما الاثنين مشبهين. نعم، ملا الغنى المدقع زاد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، يعني جمع في استعارته بين الكفر والفقر، لأن الفقر قد يجر إلى الكفر، قد يجر الإنسان إلى أن يمد يده لغير المسلمين فيعطيه فيتبع ملته. نعم. وكيف الغنى المبطل ربي قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك ربي سبحانه وتعالى كيف قسم الأرزاق سبحانه لا إله إلا هو، راهو هو اللي يعرف عباده سبحانه وتعالى. هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فلو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فلو أفقرته لكفر. فلنرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. لا نحب فقر مدقع ولا غنى مبطر. الإنسان لأن إذا كان نفسنا الدنيا ونسينا الفقر، راه هذا من سبب الوهن اللي قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت، اللي يخلي الأعداء يستقلونا ويعطونا حتى قيمة. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم يا ربنا إنا نتوسل إليك باسمك العظيم الأعظم الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرشت، وإذا استنصرت به نصرت. أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي الصومال وفي مصر. اللهم أيدهم بجنود من عندك. اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله، وأوينا في جواره مع آله يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اليوم بعد